السلام عليكم متابعينا الكرام. الهرمونات بتتحكم في الستات وبشكل كبير، ومش بيكون ليها دخل في الموضوع. فمثلا فجأة تكتئب، أو ممكن تبقى عايزة تعيط بعد أي حدث سعيد، أو ممكن تزيد في الوزن فجأة، أو ما تعرفش تنام كويس، أو يمكن يوم مثلا ما تحضر لكش الغدا، أو تكون متعصبة، أو غيره من الحاجات. أكيد ما ينفعش كراجل تزعل منها في الوقت ده، وما ينفعش تتعجب كمان، لأن ده مش طبعها وممكن يتكرر كل شهر. وهي دي هرمونات الستات. معكم محمد خليل من قناة سؤال لولبي، وتعالوا نصلوا على النبي، وكل حكاية وليها بداية، ما تيجي نشوف. أغلب الأبحاث العلمية بتثبت إن الستات بيتحكم فيهم عدد من الهرمونات بحسب الدورة الشهرية، البريود يعني. وبتنقسم لقسمين أو نصين. النص الأول من اليوم الأول وحتى اليوم ال14 من بداية دورة التبويض، وباقي الهرمونات بتبدأ من اليوم ال15 وحتى اليوم ال28. كل الهرمونات دي في الفترة دي كلها أكيد بتسيب أثر على صحتها وحالتها النفسية. ومن هرمونات النص الأول دي هرمون ال FSH، وده واحد من هرمونات الغدة النخامية، وده المسؤول عن نمو وحجم البويضة. وهرمون تاني اسمه الاستروجين، وده هرمون الأنوثة، ويعتبر مهم جدا للحالة المزاجية والثقة في النفس عند الست. ومن ضمن الهرمونات برضو هرمون الذكورة. أيوة، هرمون الذكورة، وده بيرتفع من اليوم العاشر لغاية اليوم ال14. والهرمون ده بيزود الثبات والاتزان عند الستات. دي كانت هرمونات النص الأول. أما هرمونات النص التاني فمن ضمنهم مثلا هرمون البروجسترون، وده اسمه هرمون الحمل. وفي الفترة دي بتكون نفسية الست سيئة للغاية، وجسمها مش بيكون في أفضل حالاته، ومزاجها بيكون دايما متقلب، وبيكون في إحساس بالقيء وآلام القولون وغيرها كتير. الهرمونات دي زي مثلا كده إن الواحد يشوف فصول السنة كلها في يوم واحد، حاجة متعبة جدا والله. الله يكون في عون الستات فعلا. ومن الهرمونات برضو هرمونات الغدة الدرقية، زي التي 3 والتي 4، وأي خلل فيها بالنقص بتزيد الست في الوزن، وبتعاني من الأرق والاحتياج إلى النوم. كل الهرمونات دي وأكتر كمان بتأثر على الست، وبتعرضها لموجات من العصبية وموجات من الأرق وتغيير المزاج، وساعات لما بتزيد بتحتاج لعلاج. ويمكن أكتر الهرمونات اللي بتأثر على الست هي هرمونات الأنوثة، وبيختلف التأثير حسب الفترة الزمنية، زي مثلا الحمل أو المراحل المختلفة في الدورة الشهرية أو الأوقات اللي بتكون قبلها. إزاي بقى الست تقدر تحافظ على نفسها وهرموناتها وما تبقاش عرضة لأضرارها، أو تسيب نفسها للتقلبات دي؟ ما احنا مش هنخلص بصراحة لو استمر الوضع كده. أغلب الهرمونات كلها المسؤول عنها المخ، فبالتالي الست لو تريح دماغها وتبعد عن الخلافات والتوتر، أكيد الهرمونات هترتاح هي كمان، وهيقتصر الموضوع على دورها الوظيفي وبس. الهرمونات حاجة كده عاملة زي اللي مستني حد يدوسله على طرف علشان يتجنن. ومن ضمن الحاجات برضو اللي بتساعد على الحفاظ على مستوى الهرمونات إن الدهون في الجسم تكون مظبوطة، والجسم يكون في حالته المثالية، والابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة، وبرضو النوم بشكل جيد والبعد عن السهر. ولازم يكون عندنا ثقافة الكشف المبكر والفحوصات الدورية، ولازم يكون عندنا دعم نفسي. مفيش شك إن الست الحاجة الحلوة اللي في حياتنا، ومن غيرهم مش هنعرف نعمل حاجات كتير. ودورهم مش بس مكمل، لا ده دور أساسي في حياتنا. وعلشان كده لازم نفهم الستات ونفهم الطبيعة بتاعتهم، وإزاي نتعامل معاهم في كل الأوقات،
هرمونات بقى أو غيره. وفي النهاية أكيد الهرمونات دي حاجة بتميز الست وبتخليها مختلفة عننا كرجالة. مش معقولة يعني هنتجوز ست بدون مشاعر أو حنان أو الحاجات الحلوة دي. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حكاية جديدة.